فيلمنا بيبدأ لما كان معروف في الماضي إن طائر الإقلاق هو اللي بيوصل الأطفال لأهلهم، وده كان شرف كبير لأي إقلاق إنه يعمل كده، على الرغم إن الموضوع ما كانش سهل خالص وإن الطيور كانت بتلاقي صعوبة في توصيل الأطفال. بس بعد كده اللقالق بقت شغلتها إنهم يوصلوا الطلبات لشركة كورنر ستون. وبنروح بعد كده البطل فيلمنا جونيور، واللي بيكون مبسوط وكل أصحابه وزمايله بيهنوه لأنه قدر إنه يوصل لمليون طلبية. وعشان كده بيكون مدير الشركة عايزه، وبيكون واضح إن جونيور متوتر جدا من مقابلته، والمدير بيعرفه إنه هيترقى وهيبقى مدير الشركة مكانه، وهو هيترقى وهيبقى في منصب أعلى. وبيكون جونيور مبسوط جدا، لكنه ما بيبينش كده للمدير. والمدير بيعرفه إن أصعب شيء في كونه مدير هي تولي، البنت البشرية الوحيدة اللي معاهم. وبيعرفوا السبب في إنهم وقفوا توصيل الأطفال، وإنه من 18 سنة طائر اسمه جاسبر حاول إنه يحتفظ بطفله، وبسبب ده عنوان طولي بتدمر، وبكده ما يقدروش يوصلوها لأهلها. وعشان كده وقفوا توصيل الأطفال. والمدير بيعرف جونيور إن توليب بقت 18 سنة ولازم ترجع عالم البشر، وبيكلفوا بمهمة طردها من الشركة. وبيعرفوا إنه عشان يبقى مدير لازم يطرد توليب. وبيروح جونيور يتكلم مع توليب، واللي بتكون بتحاول إنها تطير هي ومجموعة من الطيور اللي ما بيعرفوش يطيروا، وبتقدر تطير في الأول. لكن في واحد من الطيور اللي معاها بيشغل السرعة القصوى وما بيقدرش يتحكم في طيارته، وبيخبط فيهم وبيوقعهم كلهم. وجونيور بيقدر ينقذهم، لكن طيارة توليب بتطير في المكان كله وبتدمر الشركة. وتوليب بتكون حزينة جدا وبتفتكر جونيور جاي يهنيها بعيد ميلادها، وبسبب كده جونيور ما بيكونش قادر يعرفها إنها مطرودة. فبيقرر إنه يوديها قسم الرسايل، وبيكون واضح إنهم ما بيستلموش رسايل من فترة كبيرة. لكن توليب بتكون متحمسة لمهمتها الجديدة، وجونيور بيعرفها إن أهم قاعدة إنها ما تخرجش أبدا من هنا. وبيعدي الوقت وبتحس تولب بملل شديد، لدرجة إنها بتكلم نفسها وبتفضل تصنع شخصيات من خيالها. وبعد كده بنروح لنات، واللي بيكون قاعد يلعب هو وأهله، لكن أهله ما بيكونوش مهتمين بيه وأهم حاجة عندهم الشغل. وبيحس نيت بالوحدة بعد ما بيشوف 3 إخوات بيلعبوا مع بعض، فبيقول لأهله إن عايز أخ صغير، لكنهم بيقولوله إنهم مش عايزين حاجة تانية طالما هو معاهم. فبيحزن نيت. وبعد كده بنلاقي نيت وهو بيدور في حاجات قديمة، وبيلاقي بالصدفة إعلان لطائر الإقلاق وإنهم بيوصلوا الأطفال. فبيقرر إنه يكتب لهم رسالة فيها مواصفات الأخ اللي هو عايزه وبيبعتها لهم. وبعد كده بنشوف رسالة نيت وهي بتوصل لشركة كورنر ستون، وبتروح لتوليب وبتقرر توديها عشان تتنفذ. وفي نفس الوقت جونيور بيكون مع المدير وبيعرفه إنه طرد توليب، لكنها بتظهر على الشاشات في كل حتة. وجونيور بيقدر إنه يطفيهم كلهم وبيروح لها، لكنها بتكون حطت الرسالة في مصنع الأطفال بدل مكانها الطبيعي. وبيكون جونيور قلقان جدا وبيحاول إنه يوقف ماكينة صنع الأطفال، لكن زرار الإطفاء بيكون متأمن بأفخاخ. وبيقدر جونيور إنه يطفيها، لكن بسبب كده جناحه بيتكسر. وبعد كده بيكونوا ماشيين، لكن بيلاقوا في طفل اتعمل فعلا، وبيحاول جونيور إنه يخفيه عن كل الطيور. لكن الحمامة تودي بيدخل معاهم الأسانسير وبيفضلوا يقولوا له أي كلام عشان يشتتوه، لكن تودي بيشك فيهم. وبعد كده بيودوا الطفلة الورشة تحت المصنع، وبيحذر جونيور تولب من إنها تفتح كبسولة الطفلة، لأنه بيكون معتقد إن براءة وجمال الأطفال ممكن تدمر حياتهم، وده سبب إن جاسبر يتجنن. وبيقرر جونيور إنه يوصل الطفل قبل ما حد يعرف عشان ما يخسرش وظيفته. وبيحاول إنه يطير لكنه ما بيعرفش عشان جناحه اتكسر، وبيكون حزين جدا. لكنه بيشوف طيارة في الورشة، وبتكون الطيارة دي اللي صنعتها تولب. فبيقرروا هما الاتنين إنهم يوصلوا الطفلة، لكن وهم طايرين بنلاقي طائر غريب مشي وراهم. وبعد كده بنلاقي نيت وهو بيجهز المكان عشان يستقبل أخوه، وبيطلب من أبوه إنه يساعده، لكن أبوه بيعرفه إن اللقالق ما بقتش توصل الأطفال، لكن نيت بيصر على قراره. وبعد كده بنلاقي جونيور وتولب وهم طايرين، وبتكون تولب متحمسة جدا وبتقترح على جونيور إنهم يسموا الطفل، لكن جونيور بيرفض وبيعرفها إنهم بيوصلوا طرد وخلاص. لكن مرة واحدة في صوت بيطلع من كبسولة الطفل، وبتكون تولب قلقانة جدا فبتقرر إنها تفتح الكبسولة، لكنهم بيفقدوا السيطرة على الطيارة وبتقع بيهم بين الجبال الجليدية، والطيارة بتتدمر. فبيلومها جونيور وبيفضلوا يتخانقوا، لكنهم مرة واحدة بيفتكروا الطفل وبيكونوا خايفين لا يكون حصل له حاجة. وبيفتحوا الكبسولة وبيطمنوا على الطفل، وبتكون طفلة وشكلها جميل جدا. لكن جونيور بيفضل يلوم تولب عشان هي السبب في كل اللي حصل له، وبيقرر ياخد الطفلة ويوصلها لوحده. لكن وهو ماشي في العاصفة مجموعة من الذئاب بيحاصروه،
وبيضربوه وبيغمى عليه، وبعد كده بيفوق جونيور في كهف وبيلاقي تولب متعلقة جنبه، وبيكون قطيع الذئاب كله متجمع حوالين الطفلة، وزعيم الذئاب والنائب بتاعه بيتخانقوا على مين هياكل الطفلة. لكن مرة واحدة الطفلة بتضحك والذئاب كلها بتنبهر من لطافتها. لكن مرة واحدة واحد منهم بيهجم عليها لكنه ما بياكلهاش وبيلعب معاها، والزعيم برضه بيعمل زيه، وبيكون واضح إن الذئاب حبتها، فبيقرروا إنهم يخلوها معاهم على إنها ذئب جديد. لكن تولب بتشوف إن ضحكة الطفلة هي اللي بتسحرهم، فبتضرب جونيور عشان الطفلة تضحك أكتر، وكل لما تضربه أكتر الطفلة تضحك أكتر، فالذئاب تتسحر أكتر. لكنها بتقف فجأة والذئاب بيكونوا عايزينها تكمل، لكنها بتطلب منهم ينزلوها عشان تعرف تضربه كويس، فبينزلوها. لكن تولب بدل ما تضرب جونيور بتضرب الزعيم وبتاخد الطفلة وبتهرب، والذئاب بتجري وراهم وبيطاردوهم، ولما بيوصلوا للناحية التانية من الجسر بيدمروه. لكن الذئاب بيتجمعوا مع بعض وبيعملوا جسر مكون منهم وبيكملوا مطاردتهم لحد لما بيوصلوا لنهر، لكن الذئاب بيتحدوا مع بعض تاني وبيعملوا مركب وبيكملوا مطاردتهم لحد لما بيوصلوا للطيارة اللي بتكون تولب صلحتها، لكنها بتقع على الأرض وما بتكونش عارفة تقوم، وبيكون جونيور متردد إنه يروح يساعدها لكنه بيساعدها على آخر لحظة، وبتكون تولب حولت الطيارة لمركب. لكن الذئاب بيحاولوا إنهم يعملوا طيارة لكنهم ما بيقدروش عشان كده كتير بصراحة، وبيقدروا إنهم يهربوا منهم. لكن بيظهر الطائر الغريب وهو ماشي وراهم، وبعد كده بنلاقي مامة نيت وهي بتمنع نيت وباباه من إنهم يكملوا بنى المكان اللي هيستقبلوا عليه الطفل. لكن باباه بيعرفها إن ده أحلى وقت قضاه مع نيت، وإنهم كانوا مشغولين عنه وقت طويل جدا ولازم يقضوا معاه وقت أكتر. وبتيجي مكالمة لمامة نيت لكنها بترفضها وبتقرر تشارك معاهم، وبعد كده بنلاقي جونيور وتوليب بيلعبوا مع الطفلة لكنها بتنجذب لجونيور أكتر، وبسبب كده بيقرروا إنهم يرتاحوا جنب النهر. لكن الحمامة تودي بيكون ماشي وراهم وبيتعقبهم، وبعد كده توليب بتكون بتتكلم مع جونيور وبتسأله عن السبب اللي خلاه يبوظ المركب، وده بسبب إنه خايف من الطفلة. وبتعرفه توليب عن سبب صنعها للطيارة، وبتكون عملتها عشان تدور على أهلها على الرغم إنها مش معاها غير جزء صغير من الخريطة بتاعتها. وبتكون توليب ضحت بالطيارة بتاعتها عشان الطفلة، وده بيخلي جونيور يغير نظرته ناحيتها وبيخليها تختار اسم للطفلة وبتسميها دايموند ستيفاني. وبيناموا لكن الحمامة تودي بيشوفهم وبيروح يعرف المدير وبيكون غضبان جدا، فبيقرر يخلي تودي هو المدير مكان جونيور. وبيكون تودي مش مصدق نفسه، والمدير بيقرر إنه مش هيخلي جونيور يوصل الطفلة، وده عن طريق إنه هيغير عنوان الطفلة. وبعد كده بيكون جونيور وتولب معاهم الطفلة وبيكملوا رحلتهم، وفي نفس الوقت بيكون نيت خلص المكان اللي هيستقبل عليه أخوه الجديد، وبعد كده بيكونوا وصلوا للسفينة اللي هتوصلها واللي بتكون على وشك إنها تتحرك. لكن قطيع الذئاب بيكونوا وصلوا لهم وبيخطفوا الطفلة منهم، لكن بيقدروا يرجعوها تاني وبيدخلوا المكان مليان إزاز، وبيكون جونيور مش عارف يعدي منه عشان الطيور ما بتقدرش تشوف الإزاز. لكن تولب بتعرفه يتحرك فين قبل ما الذئاب توصله، واللي بتكون إرشاداتها سيئة جدا. لكن جونيور بيقدر يخرج، ومع ذلك الذئاب بتحوطهم من كل مكان وما بيقدروش يهربوا. لكن مرة واحدة بيظهر الطائر الغريب وبيطير بيهم للسفينة، واللي بيكون هو جاسبر اللي أخد طلب وهي صغيرة، وبيكونوا خايفين وغضبانين منه في نفس الوقت عشان هو السبب في إن طلب تبقى يتيمة. لكن هو بيكون حب طلب، ولما الخريطة بتاعتها اتكسرت وضاعت هو فضل طول المدة دي يدور عليها ويجمعها، لكن بتكون في قطعة ناقصة والقطعة دي بتكون مع طلب، وبتكون أخيرا عارفة مكان عيلتها الحقيقية. لكن بيبان على جونيور إنه حزين لكنه بيطلب من طلب إنها تروح لعيلتها وهو هيوصل الطفلة لوحده. لكن تولب بتصر إنها تروح معاه، وعشان يخليها تروح لعيلتها اعترف لها إنه كان لازم يطردها من الأول، وتولب بتحزن عشان كده، لكن في الآخر بتقتنع وبتودعهم وبتمشي هي وجاسبر. وبعد كده بتكون وصلت عند بيت عيلتها لكنها بتكون مترددة إنها ترن الجرس، وبتفتكر الوقت اللي قضته مع جونيور والطفلة. بنروح بعد كده لجونيور واللي بيكون وصل لعنوان الطفلة، ونيت وعيلته بيتوتروا أول ما بيسمعوا صوت الجرس، لكن لما بيفتحوا بيلاقوا شرطي وبيعرفهم إن مكان استقبال الطفل لازم يتهد. واللي بيفتح لجونيور بيكون المدير، وأول حاجة بيقولها له أنت مطرود، وبياخد منه الطفلة وبيخلي المساعدين بتاعه يربطوه. وعلى الناحية التانية بيكون نيت حزين جدا عشان مش هيبقى عنده أخ. لكن بنلاقي توليب وصلت لجونيور وبتكون قلقانة على الطفلة جدا وبتلوم جونيور، لكنها بتاخده وبيرجعوا كورنر ستون بسرعة واللي بيكون فيها حفلة كبيرة، لكنهم بيتخفوا
وبيروحوا يدوروا على الطفل، واللي بيدخلوا في معركة صامتة مع البطاريق اللي واخدين الطفلة عشان ما تصحاش، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما جونيور بيرمي صندوق مليان بالأجراس، فالبطاريق بيلحقوها قبل ما تقع على الأرض، وبيكون جونيور وتولب خدوا الطفلة وبيهربوا، لكنهم بيتخانقوا على الطيارة النفاثة، وبسبب كده الطفلة بتصحى وبتعيط في وسط الحفلة، وبيتكشفوا وكل الطيور بتجري وراها لحد ما بيوصلوا مصنع الأطفال، لكن تولب بتهدد المدير إنها تصنع أطفال تاني، والمدير بيحاول يغري جونيور إنه هيرجعه الشغل تاني وهيبقى المدير لما يسلموا الطفلة، لكن جونيور ما بيسمعلوش وبيشغل الآلة عشان يصنع أطفال كتير، وبالفعل الآلة بتشتغل وبتستعمل كل الجوابات اللي فيها لحد ما بتصنع طفل جديد، واللي بيخرج بعده آلاف الأطفال لحد ما الآلة بتخرج عن السيطرة وما بتوقفش إنتاج للأطفال، وده بيخلي كل الستوكس اللي في الشركة يتحدوا مع بعض وينقذوا الأطفال، والمدير بيستخدم آلة عملاقة عشان يدمر بيها مصنع الأطفال، لكن الطفلة بيكون معاها جهاز التحكم في الآلة وبتفضل تلعب فيه لحد ما بترميه بره المصنع، وبسبب كده شركة كورنر ستون والمدير بيقعوا من على الجبل، لكن بيكون في حوالي مليون طفل في المصنع ومش عارفين هيعملوا فيهم إيه، لكن جونيور بيجمع كل طيور الإقلاق وبيحمسهم إنهم يرجعوا يوصلوا الأطفال تاني، والكل بيعجب بفكرته وبالفعل بيبدأوا، وكل الإقلاق بياخد الطفل اللي هيوصله، وجونيور بيوصل الطفلة لنيت وعيلته واللي بيكونوا فرحانين بيها جدا، وجونيور وتولب بيودعوها بحزن كبير، وبعد كده بيروح البيت تولب واللي بيكون معاها كل الستاركس عشان تدعمها، وبتفتح عيلتها الباب واللي بيكونوا كلهم شعرهم أحمر شبهها وبيرحبوا بيها بحرارة كبيرة وبيحضنوها وبيخلوا جونيور ينضم لهم كمان، وهنا بيكون انتهى الفيلم. لو عجبك ما تنساش تدوس لايك